انا عندي سؤال، ليه دايما ما بيجوش مثلا لما يسمعوا عن قصة اختلاف الدين، ليه ما بيجوش دايما يقولوا طب ابعتيله نتعرف عليه، مثلا إذا عائلة مسلمي مع حدا مسيحي او درزي او كده، ابعتيه نعرفه بالاول. ليه الناس بيعملوا اللي هو بيقولوا لا؟ مفهوم حب هو بالآخر الحب اللي بيكمل هو عبارة عن ارتباط، احترام، مودة، رحمة، تنازل. هذا هو مفهوم الحب، ينقلب من عشق وغرام لمفاهيم أعمق كتير. مش الزواج اشي مقدس وابدي، هذا مش تاتو امحاه، مش لبس عشان مقدس انا بدي افكر مليون مرة، لانه هذا لا تاتو بقدر امحاه ولا لبس بقدر اغيره. فانا دا اخذ هذا البني ادم شريك وزواج، فهي الخطوة اعمق بكثير وفي ولاد. في عندي مثالي براسي دائما بقول مليون اوف ولا مرة احا. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في فايب العربي. طبعا برنامجنا خلينا نوضح انه للجمهور اللي يتعرف علينا كيف ما تعرفنا في البداية، معالي حسن وبنجي ورامز. موضوعنا فايب العربي بيحكي عن مواضيع اجتماعية، ترفيهية، فنية، موسيقية، عادات، تقاليد، ظروف، سياسي إلى آخره، بشكل عفوي كتير. انت او انت اللي بتشوفنا ممكن تكون عنا هون بهالصالون وتحكي كمان شو ما بدك. هيدا البرنامج مبني للجميع بكل الأجيال وبكل الأعمار، ومفتوح إنه هاي فرصتكم تحكوا عن شو ما بدكم بعفويتكم وبشخصياتكم. البرنامج هذا ما بيعمل أي حدود إلا إنها تكون في حدود فقط إطار إنه يكون شيء لبق وراقي للمستمعين والمشاهدين. فبالنجاح لإلنا ولإنكم، وتابعونا على فايب العربي بشكل دائم. أهلا وسهلا فيكم لشركائي وأصحابي بطريقة غير مباشرة. بشكل عفوي احنا حنعرف يعني نتعرف على بعض، كل واحد فينا جاي من مجال تاني. أنا أعطي المايك لحسن يحكي لنا أكتر شوي. حسن شو رأيه بالفكرة البرامج بشكل عام، البودكاست، وكمان معالي وكمان بيني. نبدأ من عند حسن. واو، أنا أول واحد دائما. يلا معك من زود. برامج عم بتصير عم تتطور كتير بدرجة مخيفة، وحلو إنه يكون عنا إشي من هالشكل. بعدني مش شايف إشي من هالشكل، قديش واحد بشوفه بيطلع وبسمع، أما قاعدة من هالشكل وعفوية ونتعايش كيف الأمور ماشية. عن جد أنا بتمنى إنه نمشي ومن نجاح دائما معنا إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيكم، وأنا معكم دائما. طيب أنا حبيت الفكرة إنه إحنا أصدقاء، إحنا بنعرف بعض من سنين طويلة، فهي الفكرة الأساسية. عم تفضحينا معالي بس تمام. الفكرة أخذناها من قعداتنا، من جلساتنا، الأشياء العفوية اللي بنطرحها بين بعض ومنناقشها ومنتخانق عليها ومنحبها، فنجيبها هنا معاكم عشان نناقشها، تسمعوها. ممكن تكونوا مع، ممكن تكونوا ضد. صح 100%. طيب جماعة، بتعرفوا شو أحلى إشي بهاي القعدة؟ إنه كل واحد عنده راس شكل، تفكير شكل، ولا واحد فينا بزعل التاني. شو ما نحكي وشو ما نخبص، بالآخر نتفق إنه ممكن نكون مش على نفس الخط ومش كلنا متفقين على نفس وجهة النظر. لا نخلب بالود. هاي أحلى إشي بالنسبة لي بهذا البرنامج. هو أكتر إشي دفشني وشجعني إنه أشارك. وصديق رامز، أنا مبسوط جدا إنه الفكرة كانت حلم وعم بتصير حقيقة. بس للمعلومة عشان كمان المشاهدين يعرفوا إنه هاي الفكرة صار لها تقريبا إحنا سنة من ناقشها ونبعت أو وجدت الفكرة أصلا من الأساس إن إحنا شو ما بنقعد بجلساتنا العفوية وبنضحك وبنحكي أحيانا جد أحيانا مزح أحيانا كذا، وفكرنا إنه نيجي على البرنامج البودكاست فايب العربي ونعمل هذا البرنامج ونشارك كل مرة بحلقة ضيوف جداد من كل المجالات، وإنه كمان يكون فرصة لكل الناس اللي بيحكوا على القهاوي، اللي بيحكوا في جلساتهم، واللي بيحكوا بين بعض جو عائلي في العوائل الأخيرة، ممكن نحكي كمان في برنامج بودكاست اللي هو أمام الكاميرا. هذا بشكل عام. طيب إحنا بما إنه أول حلقة لنا في البرنامج والناس بعدهم عم بتعرفوا علينا، فجينا هيك بفكرة. فيه طبعا في البرنامج أشياء ترفيهية وألعاب وكذا،
بس طبعا جينا بفكره انه احنا في عنا شو بيسموها هيدا طنجره، شو هاي جايبينها جاط حسن جاط في سلة جاط، أسئلة. سلة أسئلة اللي من خلالها بنبدأ نفتح فيها حوارات معينة، وطبعا ليديز فيرست. يلا معقول معالي معقول يلا معقول. شو الحوار؟ هات نشوف. لا أغنية مفضلة. أغنية المفضلة لمعالي. حتى نسمع أكيد شيء لكاظم. لا آخر فترة مش عم بسمع لكاظم. أصالة؟ أصالة آخر فترة عم هيك أتعلق فيها وأسمع كتير أغانيها. حضرتي حفلة أنت لأصالة؟ لا أصالة لا، لأنه مشكلتي إنها بتغني خليجي وأنا مش هالقد انتمائي للخليجي، فبدي أغاني لكن شو الأغنية أخرى. المفضلة؟ اسمها مش متذكرة، بس الألبوم الأخير يعني بنصح، كل الألبوم كان حلو. بس أكيد شيء ضد الرجل. لا دفكة كثير كانت رومانسية، وكثير كانت أغلب الأغاني كانت مع المرأة. في غناية واحدة اللي هاجمت فيها الرجال اللي كمان حبيتها طبعا اكثر وحده حبيتها. لا مبين. لاني بعلاقة حب فاندمجت بالاغاني الرومانسية اللي حلوة بعلاقة حب، حبيت لاني عايش الجو الرومانسي، فلا حبيت غنانيها الرومانسية، بس غنايتها اللي بتهاجم فيها الرجل كمان حبيتها. بحب مقطع، بدنا مقطع من علي. لا بلاش صوتي. واحد ايه سمعينا طيب. لا مقطع مستحيل. صغير. طيب شو أكتر شيء بالحمام أنا بس. وأنت بنحب نقوله عن أصالة؟ اوه طروتي. طوتي. هاي شوي هاي جملتنا انا ورامز. حياة أصبابا. حياة راس بابا. طيب بتأمل انه أصالة تسمعنا وتعزمنا على حفلة من أصالة حفلاتها. معقول بتقول لك بدها إنه يكون في لهجة مش خليجية، لأن أنا مش فاهم الخليجي صح؟ صعب هي مؤخرا نقول كلمة الحق، مؤخرا أغلب الفنانين بس موجودين بالسعودية وبالخليج، ولا روح على دبي تغني الماديات عم تعمل خليجي. شغلها، ولكن بطلنا نشوفهم بالأردن بالجزائر هون لا بينفع هون. تعزمنا بمصر طبعا. بنفع أنا نستضيفها مش هون يا عمي. متذكر مالكو يا ريت. بكي جبناها لهون. يا ريت. فلسطين كانت مرة واحدة بس برام الله؟ برام الله أظن قبل كذا سنة صح. بس كان- أنا ماله؟ أكيد رح أحضر بنروح على لها رام حفلة. الله. ايه طبعا خلص، 100%. أصالة رسالة لإلك هي. يلا رامز. أنا بدي اللون الأخضر. اوبا فنان مفضل. أوه. طيب أنا بشكل عام بعرفوا أصحابي، أسأل أنا أصحابي مين فنان مفضل. حسن برأيك مين أنا فنان مفضل؟ سمير غانم. يعني ذا بيست. طبعا فنان هنا لا. غنائي ولا تمثيلي أصلا مش عادل كتبه. إمام ممثل. ممثل ومكتوب ممثل. فنان مفضل. طيب خلينا ناخذ الاثنين، مغني وممثل. أنا مغني معي أنا بقى. مين فناني المفضل ها حسن؟ المغني تبعك انت؟ كاظم. كاظم الساهر. طيب ومين فناني المفضل؟ عادل عادل إمام. إمام. هو عادل إمام من المفضلين، بس هو مش ذا بيست. من الجديد مش- ولا من القديم؟ قديم قديم. قديم. قديش يعني قديم؟ بزمن عادل إمام، فترات عادل إمام، من كل جيل عادل إمام، من جيل نور الشريف وعادل إمام محمود ياسين وكل هذول. طبعا مش محمود المليجي. لا أصلا جيل قديم محمود المليجي. معالي أول شيء مين المغني المفضل؟ لا إلك كاظم. معروف كلنا بنعرف معرفتي انه كاظم لإلك الساهر. طبعا من كاظم. سنين. بيعرفوا كاظم الساهر. ورحنا Number حضرنا one حفلة. كاظم أبو وسام إيه. بس الفنان الممثل تمثيلي. أظن فكرت عادل إمام. وأنا كل زي الوقت كنت حسن. أفكر. هو أنا عادل بحب عادل إمام. إمام، بس في حدا في أكثر. التمثيل أعلى من عادل إمام. استنى لا، لازم عادل إمام أعرفه. اللي إذا بضحكني من بنفس قلبي. الفترة شريف لا لا، مش نور لا، الشريف. احمد الشريف. أحمد زكي. أحمد صحيح. زكي. صديق العمر. من صديق بعيد العمر. منه توصلش. احنا اكتر اثنين بنعرف بعض من أحمد زكي السنين. الله يرحمه بحبه كتير، بعتبره من أقوى الفنانين العرب اللي أجوا عبر التاريخ بوجهة نظري. معلش مكتوب له يعيش قليل. تعال نشوف تا 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 تا. لو في فواكه وخضره كانت فهمت معي نحن. حسن أنت ما أخذت صح؟ استمنعتي. طيب موضوع كتير عم بمسني اخر فتره. زواج تقليدي. زواج حب ولا زواج تقليدي. أوكي. تقليدي. أول شيء مع ولا ضد؟ طبعا مع ايش؟ مع شو الزواج التقليدي؟ مع الاثنين لانه كل واحد له حقه. وانا مع اثنين. انا طلع. مع اثنين. اللي هو شو مع الحب؟ ممكن يكون احنا زواج. سألنا بالأول زواج تقليدي ولا لا؟ لا هو شو بيختار زواج تقليدي مع ولا ضد؟ مع. أنت مع أنا ضد. انا حسن؟ مع. انا مع. انا أنت مع؟ تقليدي وحب مع. أنا لا هلا أنت مع الحب التقليدي في فرق.
زواج تقليدي مو حب تقليدي. تعالوا السؤال هو، نوضح هل إشي انت بسيط. بتفوت على زواج تقليدي يعني اثنين بعرفوكوا على بعض، إيه بس. ولا تعيش قصة حب مع هاي البنت وتتزوجها؟ اوكي، هون انا السؤال. مع الحب بالزواج وليس مع الزواج انا مع التقليدي. اثنين. انا مع الحب بالزواج وليس مع الزواج. انا مع 2 وبوافق اكتر مع الحب التقليدي، خاصة بالفترة اللي احنا موجودين فيها هاي حاليا، وكمان شوي بوضح ليش. بس بحب اسمع رأي حسن قبل ما اوضح ليش، عشان اشوف الاطراف كيف تدمج هاي الفكرة. دولة حسن مع لا انا مع انت مع مع الزواج انا مع التقليدي. مع هيك ومع هيك، وأنا مع مع. الحب ومع الزواج. وانت مع انا مع 2 اثنين. ورامز. دولة ضد الزواج التقليدي مع الحب. تعال اقول انا ليش برأيي مع الزواج التقليدي. لانه مفاهيمنا بالحياة تختلف جدا من بني ادم لتاني، ومفهوم حب هو بالاخر الحب اللي بيكمل هو عبارة عن ارتباط، احترام، مودة، رحمة، تنازل. هذا هو مفهوم الحب، ينقلب من عشق وغرام لمفاهيم أعمق كتير. فالمفهوم الحب نفسه ببطل مبني على إيفوريا، يصير أكتر مربوط بقديش إحنا اتفقنا إنه نبقى مع بعض على الحلوة وعلى المرة. فلما بس ممكن يكون بالحب كمان نفس الفكرة. هو بس بالحب، بس أنا مقصدي بدون هالمشاعر اللي كانت موجودة أول اللقاءات أو أول الفترة القصيرة من راح تخف وتتحول من حب اللي هو مشاعر إلى حب اللي هو أكتر عشرة، ناخد على بعض، نحترم، نعرف الحدود، ما نجرحش، نعطي مساحة، مودة، تسامح، رحمة، صداقة، رفقة كتير قوية، ارتباط. بصير تعلق اللي هو مش تعلق تقليدي انه انا بدونك بقدرش اكمل، لا، تعلق من محل قوي، من محل اختيار انه انا بدي اياك تكون جزء بحياتي وما تطلعش منه. هذا التقليدي. هذا التقليدي مفهومه. بتحول بالاخر، الجيزة التقليدية بتتحول بالاخر برأيي هذا لهاي المفهوم اللي المفاهيم. طرحه بيني. ليه؟ لأنه الحب ببطل الحب اللي هو أفوريا ومشاعر وغرام وعشق وانجذاب جنسي للطرف الثاني، تحول أكتر لاتفاق بيني وبين هاي الإنسانة إنه أنا بدي أكمل معك على الحلوة وعلى المرة، بدي أقبلك بعاطلك بمنيحك وعاطلك قبل منيحك برأيي. والحب. الحب بيجي اللي هو بالتقليدي وبيجي بالحب. لا، الحب اللي انت بتقول عنه اللي هو انا اتجوز عشاني حبيت، ممكن يكون شوي بلخبط، لانه الحب راح يتحول اذا انت مش عارف لشو بده يتحول هذا الحب. ممكن تقع بهذا الفخ انه انا حبيتها لشكلها، لطريقه لبسها، لافكارها، لريحتها، لكيف اتجاهها بالحياه، هذا كله بتغير. فانت بدك تحب، بدك تطلع على جوا بدك تشوف ايش الحقيقي اللي انا حبيته عشان اكمل معك لابد الابدين. امين. بين قوسين اللي في شيء برا. اسمه لابد الابدين بالمفهوم هذا. انا بحكي يعني طويل قد ما ربنا بيكتب لهي العلاقات تكمل، انا وياك نقدرش. في فقيه مصري راح اسمه عن بالي، مرة حكى هاي الجملة وانا من وقتها يعني ختمتها بقلبي. قال الزواج اللي بيكمل هو زواج مبارك من عند الله، هو معجزة من عند الله. ما فيش حدا بيكمل مع شريكة حياة او هي تكمل مع شريك حياتها كل هالسنين ويتقبلوا بعض بالعاطل وبالحلو الا لما ربنا يتدخل. لانه انت كبشري بتوصل لمرحله بدكش تكمل، خلاص زهقت، بقدرش اكمل بهذا الشيء. واحنا كلنا كل يوم عايشين انه مع حالنا مرات نقول زهقت، خلاص هذا الشغل بديش اياه، هذا التعامل بديش اياه، هاي السياره ما عدتش اركبها قد ما خربت، خلصنا بدي اغيرها ازتها واشتري واحده غيرها. بالحب التقليدي في مفهوم اللي هو ارتباط، انا مجبور اكمل بهالعلاقه، بالحلو بالمر بدي اكمل لانه انا اخترت، باخذ مسؤوليه قراري للاخر. بس مش خرافيتنا مجبور، مجبور من محل حب ومن محل اختياري، مش مجبور يعني هو جبر الاختياري اللي هو التزام. خلينا نظبط كلامي، اختيار انا بختار على كل شيء كيف كان، ان كان هيك بقبل بالصفر وبقبل بالمية، مزبوط. هيك برأيي يعني. اوكي، انا بختلف معك بالوجهة النظر، بس انا مش كل النقاط معي لبيني. انا بجملتين بعتبر الزواج التقليدي اللي انت بتقوله هذا الاثنين ناضجين فاهمين شو بدهم، ولكن انا برايي الزواج التقليدي هذا اصل لزق. يعني فشلت في مراحل اني الاقي شريك حياة اللي هو قوة الاختيار، لانه انا بعتبر الحب هي مش بس عواطف، هي قدرة الاختيار على شريك حياة من نقاط اسمها انجذاب. هذا وجهة نظري. فانا لما بحتك بالناس بلاقي لهم قدرات انجذاب، فبعرف اميز انه هذا بيقدر يكون شريك حياتي او ما يكون شريك حياتي، بعاشرني، بنعرف نقاط القوة والضعف فيه ومن هناك بعرف ادمج الشيء بقوة الاختيار.
اما الزواج التقليدي ما فيهوش قدره اختيار، هو قدره انه بالخطبة بتقدر نسب تعمل وعائله كلها. وتعب، بتحكي منيح كذا، هو مرتب، بيشتغل بيشتغل كذا. العربي بالاخر. حلو، ولكن وين مشكلتي مع الزواج التقليدي؟ اذا ولد الحب مع شخص اخر اثناء الزواج للزواج التقليدي مصيبه. كثير من الزواج التقليدي بتولد الحب عند مرأة تجاه رجل تاني وهي صارت متزوجة ونفس الشيء ومخلفة. بزواج الحب ممكن لا، بعدين الزواج أوكي. اللي واحدة من الطرفين يحب ممتاز، هذا آخر. بكون في وقتها بدا يموت شيء اسمه للحب وانخلق شيء اللي هو فرص تاني لانه حب جديد. بس انا مقصدي من البداية الشخص ما عاشش تجربة الحب، ما حركش المشاعر اللي عبارة عن اشياء كتير اللي انت قلتها، الاحترام والتفاهم، لانه المشاعر مش بس هاي بيبي ومش عارف الحكي ساعتها هذا، لا. كمان بدها تصير يعني زي اتفاقية، يعني إذا ضلني تقليدي مع بس اتفاقية قدرة الحب هو كمان. إيه بس انه قدرة الحب بوجهة نظري لما بيولد من البداية في عنده قدرة تحمل اكثر من الزواج التقليدي. قدرة الحب بمعنى انه لما بحب شخص مش حابه عشان بس شكله، بالاول جذبني شكله، بس انا فينا اضحي عشانه، اتحمل في طباعه، اتحمل مزاجيته، اعيش معه بالحلو وبالمر. عند مرأة مثلا تتحمل رجل انكسر ماديا الى اخره، هذا كله بيعتبر في خانة الحب. بس بالحب ما كانش مكسور ماديا، وانت عشت الاشي بالزواج. ما هي حلو، هون التجربة يعني حلو. بالحالتين الزواج هو الامتحان لزواج الحب او الزواج التقليدي. عشان هيك صعب نجزم 100%، يعني ممكن هون في فشل وفي نجاح وهون في فشل ونجاح. بس احنا بنحكي عن نقطة التعبير نفسه للكلمتين، زواج تقليدي وحب. الحب اللي هو انا فيني زي واحد داخل عنده ماديات، فيه يروح يختار نوع السيارة اللي بده اياها مثلا، لونها، شكلها الى اخره، لان مادياته بتسمح له. واحد تاني واحد تاني اللي هو زواج تقليدي، الماديات تبعيته انه هو مضطر يشتري من شخص تاني السيارة هاي، مش اللي هو بحبها ولا اللون اللي بفضله ولا النوع اللي بفضله، بس لانه هي مادياته الموجودة البسيطة انه بقدر يشتري هذه الفيرمة من السيارات. هذا زواج تقليدي مقابل زواج الحب، حرية الاختيار مقابل شيء انا فرض عليه او فرضت عليه بسبب عادات تقاليد، بسبب كبر سني، بسبب انه ما لقيت الشريك حياة الخ من اسباب. ولكن ممكن بمحن الصدفة يصير يولد بيناتهم حب وممكن لا. أما زواج الحب من البداية هو اختيار فردي بحت، يعني أنا فيني أقرر ينجح أو فشلنا، لأنه مراحل. شبهته بالسيارة هذا نبلش. لا أنا ما شبهت بالسيارة، أنا شبهت بقدرة الاختيار. لا لا ما شبهت لأنه بالسيارة. قدرة الاختيار بتختلف، ممكن عن جد تكون هي القوة، بس تختار القوة من ناحية مادية، هتا نقول بما أنك أخذت الإشي لأكثر ناحية مادية. يعني انا معي القوه الماديه. الناحيه الماديه مهمه جدا، بالزواج الحب مش كتير. لا يعني في مرأة ممكن تاخد شاب مش كتير قوي ماديا، او العكس هو باخدها من عائله بسيطه جدا بس بينجح لانه في بينهم حب، يعني قصدي بكافحوا. الزواج التقليدي من الاساسيات نجاحه تكون انت جاي مع ماديات، مش شرط. يعني فيش مرأة داخل انت عليها بزواج تقليدي واهلك قاعدين وعرفوا اهله وكذا وجايين يعملوا بيناتهم اللي بيسموه هذا التواصل او ولا زواج الحب، ويجوا يقولوا له شو بتشتغل، يقول لهم انا بعدني فقير بقصص حاله. هذا بيكسر اول حاجز الزواج التقليدي، وحتى انت زواج مش اصلا في الكتريون. وحتى زواج الحب بدك تقعد مع اهلها بالاخر، بده يقول لك لا بس ما هو زواج الحب من اللي بتقعد مع اهلها اكيد، بس مو من البدايه لما جاي يحكي مع اهلها بيكون اوريدي جهز نفسه، بس هي قبلته كيف ما هو، والضغط المجتمعي اللي بيصير على العموم. طلعوا برأيي موضوع ثاني. ببساطة نلخص هذا الموضوع. التنين مقبولين ومناح، لأنه إذا البني آدم ناضج هو وهي لدرجة إنه يعرف يختار أي زواج بدي أختاره بعد ما أنا أنكشف للتنين بعدين أختار بنفع. ففي جماعة راح يمشي مع هيك وفي جماعة راح يمشي مع هيك، ودائما راح جماعة يزبط معه وجماعة ما يزبطش معه. فيش صح وغلط بالآخر 100%. يعني ممكن يكون مبني كله ورا النضوج بعدين حسب الفكر. أنا بعيد اليوم إذا أنا أعطي ببساطة عن حالي من تجربة بعد تجربة بأكتر من علاقة تبعون حب، أنا بقول بروح مع علاقة تقليدية، لأنه من بعد تجارب ونضوج عرفت شو المناسب لإلك. شخص آخر ممكن يكون العكس. صح. فهي إلي مناسبة لرام إذا نقيس على حياتنا. انت بناسبك اكثر تنقي الحب. انا ما في اجي مثلا عشان ازور بيت بنت عجبتني، اهلي شاروا لي عليها وقالوا لي هاي بس تنساش بس انا اقعد مع بيها بشكل رسمي.
اهلا عمو لا أنا- لحظة، بس لحظة. انا قلت لك رامز. مرحله تنساش إنه معينه بفترة الخطبة بينفع تعمل كل اللي قلته بفترة الخطبة، بالضبط. بتقدر تدرس ما هو وتشوف إذا وقبل. بينفع. طيب هات وكمل ناخذ أولاد. السيناريو الاصعب. جلست خطبي ما عجبنيش فركشت، رحت على جواز تقليدي تاني ما عجبنيش فركشت. فيش مشكلة. فاذا اصبح انا كأن انا ببحث على زي اللي انا قلته في بدايه حديثي، قص ولزق. انا بحاول الاقي ما هو نفس الشكل المفهوم المناسب. بس بالحب. الصبايا لا ثواني أنضج. شوي بخارج اطار الرسميه. علاقه الحب من البدايه هي خارج علاقه رسميه، فلك حريه هناك انك تختار نجح ما نجحش قبل ما تدخل بالرسميات. شخصيتك. اما الزواج التقليدي رسمي من البداية. شخصيتك. انت جاي على البيت شخصية من البني البداية. آدم. شخصية البني آدم هي اللي بس بتقرر بتقدر النوع. اسا النضوج والحياه اللي احنا عايشينها تقدر تعمل التقليدي من دون ما تفوت على البيت. ممكن. يعني دور تبلشوا في حسن. اثنين. حسوني يا حسون. 1 2 خد بوت يلا. عالية. واو. شتاء او صيف؟ شتاء او جو صيف؟ جواب واحد ووحيد. صيف. صيف. صيف نقطتين هو الكيف. طب شو ليه؟ اللي بيعجبك بالصيف؟ كل شيء. انا تعرف الشغل لك شغله واحده، في عندي مثالي براسي دائما بقول مليون اوف ولا مره احا. يعني سابع علي البرد، بقدرش على البرد. الصيف طلعت اجيت رحت طلعت بحر، جو بحر، سباحه، صيف. قعدات. انت مخلوق بالصيف حسن؟ ب 25/4 ربيع. ربيع. ربيع بداية الصيف. فعندي ميول اكثر للصيف، يعني بحب شو الصيف. برأيك بميز أكتر شيء الصيف عن الشتاء؟ غير أنت بشكل عام شو الناس بتستفيد من الصيف أكتر من الشتاء؟ يعني صعب. في دول، لأنه في دول في العالم تقريبا ما بيزورهاش فيش الصيف. صيف. والله بعيشش فيها اصلا. مشكلتي هاي الدول، مش مشكلتي يعني. بهج. شو اللي بيميز بحب الصيف عن الشتاء؟ صيف غير الشمس. كيف سهر سمر. بتطلع وانت بدك، تقعد وين بدك، تسهر وين بدك، تحت الشجرة، فوق الشجرة، على البرندة، بأية محل بدك اياته. أوكي. مش متخبي عم دور على حتى الدفاية. بالشوب اللي حتى زي ولو بالشوب. دبي بعشقه. والسعودية بعشقه بموت فيه. أنا سؤال، فريق رياضي مفضل. واو أول شيء موضوع واو، ما دخلكيش يعني بالرياضة الفوتبول، انت. بس مع ابني أنا إحمد شو بحب برشلونة. خلص. وانت مش بس. عارف. طب انا عندي سؤال، مين بتعرف من اللاعبين؟ محمد صلاح لأنه عدي لي 10 لاعبين عالميين. محمد صلاح. اوكي. إحنا بنحكي على الفوتبول صح؟ ايه خلينا بالفوتبول. أوكي. محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، ميسي، استنوا في هي راموس. لا انت لا بتساعد. استنى، اللي صار اسا مدرب جزائري هو او تونسي، اللي قرع زين الدين زيدان. أوكي. مش هلا صار له سنين. انه مدرب اسا إيه. مش لاعب. حلو شوي يعني. انت هذا ممنوع. بيليه الاسمر، الله يرحمه بيليه. بيليه ابو الشعر الهاي. استنوا في كمان واحد اسمر بفريق فرنسا. والاشهر لاعب كرة قدم تعرفوش استنوا بالعالم؟ مات برضه. اشهر برازيلي. لا كانوا الاطفال هون يلعبوا بالشارع يقولوا له عامل حالك. بقى الارجنتيني شو اسمه؟ دياغو القصير ارماندو مارادونا. ست. مارادونا 6. لا استنوا، والفرنسي هذا اللي كمان بفريق اسمراني، فريق اللي انتقل كمان للسعودية. أنا بتدخل. مش الاسماء، قصدك بنزيما. لا مش كريم. بنزيما، وبنزيما بنزيما، كريم بنزيما كاكا. بعرفه. راموس. لا قول كمان. لا طيب طب خلص شايف. اوكي. سؤال هيك قبل ما ننتقل عند حسن لفريق المفضل. اوه كم دقيقة لعبة الكرة القدم؟ 60 90 لسه البنات دي يهاجموني. 90 كم لا لذيذ الاسئله لا توانت. لا لذيذ ثواني. كم حكم في المباراة؟ 4 لا 3. ليه الجواب كان صح 4. حلو 4. زادوهن 1 جوا 2 على الخط، هاي وفي بعرف. 1 برا، وفي 3 في الفار. شو بطلنا. بس ما نحكيش على الفار. تمام. طيب اذا كم اصفر. قلتيها، اذا اعطى الحكم كارت اصفر للاعب شو يعني؟ فاول. لا شو يعني بيكون؟ يعني الكارت الاصفر هذا شو بكمل لعب اللعيب ولا ما بكمل؟ بكمل. الاحمر بوقف. حلو.
لان 2 اصفر وواحد احمر. طيب كم اخر سؤال، كم لاعب في كل فريق؟ 12. طيب انا بقول ننتقل للاعلانات بسرعه لانه الموضوع 12 مين الطانش؟ مين رقم بكره 12؟ بحب الرياضه مين يعني. رقم 12؟ طيب انت أنا. حسبت المدرب. أنا. العب انا الجمهور. حسن فريقك المفضل؟ بصراحه ما فيش عندي فريق مفضل. انت ما بتتابع فوتبول؟ كنت فتره طويله اتابع الفوتبول لأن كنت العب فوتبول زمان وبحب الفوتبول بدرجه مخيفه. اما كل اشي اليوم لابس قميص احمر انا بتابعه، ابيض او احمر، اشي تاني بتابعوش. نايس. يعني بقدر احكي على ريال مدريد، بحكي على مانشستر يونايتد، يعني كل الفرق لابسين لباس ابيض او احمر بتابعهم. لاعبك المفضل؟ إيه موجود ميت إيه معتزل مو معتزل؟ المفروض انه ما صارش يعني بعد التاريخ زيه مارادونا، ما صارش ولا راح يصير. مع انه اليوم مارادونا وميسي لا ما اظنش، كل واحد له نمطه الخاص وله لعبه الخاص، ان كان بالدفاع او كان بالهجوم. برضه في عنا يعني المغاربي باخر فتره بالمونديال، المنتخب المغربي، منتخب المغربي يعني اعطوا كتير يعني صوت لنا للمجتمع العربي وكتير بايدهن بس بزاف. بعشقهم. فهذا هو يعني مش شيء يعني تقول لك ريال مدريد او برشلونه او حدا بس هيك انا بشوف الفوتبول. محل بنجي في محل بعرفك انه مالكش بالفوتبول. كمل لاعب الفريق. بس نسألك زي ما علي حاليا اي فرقة بتعرف اصلا بالعالم او بتميل انه كم ودمي؟ طبعا انا ثقافتي بالفوتبول كتير متواضعه يعني لدرجه انه انا مش كتير معني بهذا النوع من الرياضه. اكيد بعرف اشياء طبيعيه لانه كل اللي حوالي بيحضروا الفوتبول وبنعجوا على الفوتبول وبيحكوا عن الفوتبول. فرقه بفكر الارجنتين، سمعت يعني كل وقت يحكوا ارجنتين. منتخب الارجنتين هذا. منتخب الارجنتين هو برايي منتخب كتير ناجح لانه عنده من متابعه بسيطه جدا عنده تفنن باللعب بالكره. باقي المنتخبات بحس ان لازم يهجموا يا يخسروا يا يربحوا. الارجنتين شوي هيك بيسوي زي لعبه يعني ينبسط. يمكن هذا البرازيل معلومه اذا كانت بتحكي على التفنن اللعب بالطابه اكثر هند البرازيل مشهورين عشان هيك قلت لك انا يمكن على تعليق على كلامك. الارجنتين بحسها وان بلاير يعني كل مره لازم ينتجونا لازم ينتجونا لاعب واحد اللي يبهرنا. يعني كان مارادونا، اجى بعدها فتره ريكيلمي، اجى فتره انا عارف اورتيغا، اجى فتره باتيستو، يعني هيك في كل فتره لها زمن لحد ما جاء ميسي مسك العصاي من اولها من 20 سنه لليوم يقولوا ميسي في الاخر اخذ كاس العالم ويعني ثبتوا. انا بالنسبه لي المنتخب الافضل بالنسبه لي فرنسا. عربيا انا مع حسن بحب المنتخب المغربي، وكنت فتره كمان جزائر بس صار عندهم كتير نزول. مصر للاسف اون اوف، مره بيكونوا مناح مره لا مره كذا للاسف. بعدهم افريقيا ايه بعدهم عشان هيك شوي بعدهم يعني بس فينا نقول بعرجوا يعني رجل جوا رجل برا، مش يعني ادائهم متوسط. انا فريقي المفضل ليفربول في انجلترا، مش عشان صلاح، من زمان بشجع ليفربول. وبإسبانيا ريال مدريد، وبألمانيا دورتموند. إذا في حدا فيكم سمع عن دورتموند، هذا الفرق المفضلة. لاعب المفضل عبر كل الأزمنة بعد مارادونا، لأني ما عشتش كتير فترة مارادونا بأواخر عمري، كان يعني أنا جيت بأواخر عمري مارادونا بلش يعتزل. زيدان. لا أنا زين زيدان بالنسبة لي أفضل من ميسي وأفضل من كريستيانو رونالدو. لا معجبين ميسي ورونالدو. أنا بالنسبة لي زيدان بكفي وميسي ورونالدو. كيف أخذ زيدان مع العمالقة اللي كانت؟ زيدان كان فترته كتير محدودة بسيطة. لأن أنا بعتبر لعيب الفوتبول مش فكرة إنه يحصل على ألقاب، مش هذه الفكرة. لأنه هاي فكرة كمان مثل لو بدي أخذها لمثال تاني، مثل فكرة واحد مين فيهم الأغنى، اللي معاه المليار ولا اللي معاه البليار. ما هذا مليونير وهذا مليونير، يعني مش هذا حصل ميسي على 8 ولا 10 ولا 15 مش معناها انك انت الافضل. انا بالنسبه لي الافضل هو شو انا كلاعب كمحب للفوتبول بفرجيني مهارات ومتعه، لان انا دافع تيكت اجي استمتع، مش جاي اشوف ميسي عم بياخد اللقب، بياخد من هون لبكره القاب هو وكريستيانو رونالدو، ما بتفرق معي، هذا شيء شخصي له.
انا شو مستمتعت بشوفتك، شو استمتعت بالاداء. بس كمان زيدان كان انا بفهمش بالرياضه، بس كمان يعني هقول لك شو بالنسبه يعني اكيد لي الالقاب ميسي. ما جاتش هيك يعني. لا تمام، بس انا هقول لك شو ميسي، مع اني بختلف مع فكره كمان الالقاب يعني له، بس انه زيدان بتاع شو متعه ومع نتائج. يعني زيدان في كل مباراه كانت صعبه كان حاضر. وكان في فتره بالعصر زيدان اجى غير مفهوم لاعب خط الوسط. كان زمان لاعب خط الوسط هو اللي بيستلم الطابه وبيمرر الطابه وخلص. زيدان غير المفهوم كله. اجى في عصره لزيدان فكروا انه لاعب خط الوسط كان الاهم. دليل على حكي قبل زيدان ما ياخذ لقب الكره الذهبيه كان اغلب الكرات الذهبيه تروح للمهاجمين، ما فيش لاعب خط وسط يعني اللي بفوت الاجوان. يعني هذا بالنسبه للمفهوم البشري انه اللاعب الممتاز. بما انه بنحكي زيدان اقل اهداف كتير اكتف في الملعب وخاصه في المباريات المهمه جدا. هلا بالنسبه لميسي، ميسي لاعب بتاع تخلص، خلصني يعني هاي الطابة 1 2 بجيب لك جول، يعني بتاع الفينش بتاع خلص ومشي. اما ما بيمتعنيش، يعني مع احترام لكل اللي بيحبوا ميسي، ما بيمتعنيش بالملعب، ما بحسش انه بيعمل ماجيك في الطابة ابدا. وهو كمان ضعيف كمان في ضربة الراس، في عنده ضعف معين، بس هذا ما بيقلل انه هو نجم كبير. اما بالنسبة لألقابه عشان اختصر، انا بعترفش الا بس ب6 ألقاب له الكرة الذهبية، لانه في لقبين اخذهم خاوة. يعني واحد فيهم كان في عصر وين احمد ابني يسمع، ما انا عارف في كتير محبين ميسي حينزعجوا، بس اوكي. وين كان محمد صلاح، ما بعرفش في سنة 2020 او 19 كان نار محمد صلاح، حقق اشي رهيب جدا وانكسرت كتفه بالنهائي في الشامبيونز ليج، وفي الاخر اجوا اعطوها لميسي اللي ما عملش ولا اي شيء بهاي السنة، ولا اي شيء. فهي هيك مجاملة ميسي، يعني على الغميض ميسي. رقم 2 اخر لقب اخده اللي هو هلا جديد الثامن، على اي اساس؟ انتقل راح على دوري امريكي، ما فيش فيه اي شيء، ما حصلش اي شيء. في ذات الوقت كان هالاند تاع مانشستر سيتي محقق انجازات رهيبه. الزلمه ماكينه اهداف، محقق لقب تشامبيونز ليج، دوري ابطال، محقق الدوري الانجليزي، وبالاخر رجعوا اعطوها لميسي. فانا بشعر هالميسي هذا مدلل بتاع الفيفا، ويلا المهم ميسي وخلص، وهات نمشي وميسي وخلص عشان الريتنج. اخر نقطه بدي اقولها، بلاحظ كتير بالسوشيال ميديا وحتى عند المعلقين الفوتبول وكذا راحت عن بالهم هاي القصه، انه ميسي ورونالدو اجوا بعصر على قد ما الناس كانوا محظوظين وشايفين هالنجمين الكبار بيلعبوا بذات الفتره، على قد ما انا بشوف انها قله حظ عند كريستيانو وقله حظ عند ميسي. يعني لو تخيلوا لو ميسي موجود من بلا رونالدو، كان ميسي المفروض ما ياخذ هذا اللقب 13 مره، لانه لما كان ميسي بياخذ كل مره المرتبه الاولى، كريستيانو مرتبه ثانيه، والعكس هو الصحيح. لما كريستيانو كان في المرتبه الاولى كان ميسي في الثاني. فما هو هذا اللي بقصده، لو ما كانش ميسي موجود في عصر رونالدو كان رونالدو ماخذه 10 مرات، ولو ما كانش رونالدو موجود بعصر ميسي كان ماخذها 13 مره على حسب الارقام طبعا اللي اذا بدي اجمع الاثنين مع بعض. فهذا رايي على العموم. لا نشوف. شخص عقلاني ام رومانسي؟ انا شو رايكم؟ لا انت جاوب. انا بقى يعني نشوف. انا بعرف انك الاثنين كوكتيل، بس اكثر عقلاني. اذا بدي اعمل بالنسب اكثر عقلاني. وانا بعرف انه معالي بتفكر انه حسن اكثر رومانسي من عقلاني، هيك انا بعرف. لا حسن معي رومانسي بس مع العالم عقلاني. طرو شو بتقولي بيني؟ هيك فكرت وطلع تفكيري مزبوط، انه بالنسبه لمعالي انت رومانسي اكثر، وهي فسرت بالضبط لها شخصي، وانت للوجه العالم الخارجي عقلاني اكثر. صح، مع الحياة والناس ومع أهلك ومع أصحابك، بحسك كثير هيك مع أولادنا. بس بتحسوا إنه الاثنين هدول فيهم يمشوا مع بعض؟ الشخص العقلاني والرومانسي يكون نسب أكثر بيمشوا مع بعض. برأيي الإنسان لازم يشتغل على يكونوا تقريبا متوازيين، العقلاني والرومانسي، بس حسب القرارات. في قرارات اللي أنت ممنوع تدخل فيها عواطف، في قرارات اللي أنا بقول لازم تدخل فيها عواطف. أنا بقول حسب تجاربنا بالحياة، هي أكثر بتودينا على محل رومانسي، أكثر تفكير
عاطفي اكثر او تفكير عقلاني من الخبطات اللي بناخذها من ما حياتنا؟ ينفعش واحد لحاله. بلا من تجربتي الشخصية من الحياة في لا. كثير خبطات بناخدها مع حياتنا ومراحلنا بالدنيا، فبتصل لوضع تقول أنا ده بطل أكون عاطفة، لأنه العاطفة ممكن تستغل بطريقة ثانية، فبتروح أكثر للمحل العقلاني. لحد ما تعرف انه الحب والعاطفة قوة بتغير وجهة نظرك. أنا بحس مش دايما قوة ومش مع كل حدا، وإذا لقيت الشخص الصح إذا لما. هي عليها علامة لما. سؤال. عشان سؤال هيك من كبير. تجاربنا وحياتنا احنا يعني للطفل بنحب براءته لانه بتصرف بشكل عفوي، بس كل ما بيكبر من تجارب الحياة بتروح هاي البراءة، شو بيصير؟ عقلاني، يفكر ردة فعل امي هيك فتتصرف هيك، ردة فعل ابوي فتتصرف هيك. فالعقلانية مع التجربة بتزيد والتفكير العاطفي والرومانسي بقل. هيك هو حسب هو في رأيي. حكمة بتقول انه كل ما كبر الانسان في يعني عملية عكسية بين العقل والقلب. كل ما كان صغير بالعمر قلبه بيتحكم أكتر، يا حمص. كل ما كبر بالعمر عقله بيتحكم أكتر. بسبب يعني هذا إيش؟ بيكبر هذا بقل والعكس. سبب ايش؟ تجاربنا. ايه بس هلا سؤالي، الحياة. الحب بده عقلانية ولا بده جنون؟ لأنه الجنون بدوش عقلانية، يعني بده رومانسية كبيرة. بنفعش لأنه ما فيش الاثنين. شاعر في العالم ولا حدا عمل قصة حب زي روميو وجوليت وكل هالقصص إن كانت اللي ماتوا حديثة أو بالآخر. قديمة. لا إنه وضع المنطق، حط المنطق، ما فيش منطق صح. يعني. فلهيك أنا بسأل. بس كانت النهاية تراجيدية بالآخر. أنا مع اثنين. أنا برأيي حب عظيم بدوش عقل. أنا برأيي عشان يكون حب عظيم ويكمل حلو العقلانية بالأول، كان العقلانية نتأكد. العقلانية بصير حب عاقل. لا بالأول بتأكد من هذا البني أول آدم شيء بعدين. أحسن التجارب اللي مريت فيها بحياتك وشو انت خدت منها، ان كنت بالاول عقلاني او عاطفي، ولما بتفوت بتواجه مشاكل وبتعرفش كيف تخضها ان كان يمين ولا كان شمال، وبتصل لوضع انه انت فتت على بلبلة اللي هي فشل، وهي كلها فشل. مش شرط بلبل، يعني منفشل. فشل هذا اللي باخدها بقعد بيني وبين نفسي، وانا بحكيها بصراحة كحسن يعني اشتغل نفسه كتير كتير باقي الامور. لما وصلت على وضع انه اخترت هاي المخلوقة اللي بحبها بموت فيها معالي، طروتي. فالعقلانية والرومانسية هي مش اقول شرط، مش بس بالأول إيش كان؟ عقلانية. عقلانية. وأنا كان عقلانية لدرجة مخيفة، لأنه شوي شوي أمنت تأكدت، فهون انقلبت يعني صار العقلاني خلاني أكون لينة أكثر، ومن الليونة هاي صار أنا مش طبيعة، مش وحدة رومانسية، صارت خلطة هيك. فغيرني إنه أصير لينة ورومانسية. أما أن أكون رومانسية لا. لأنه في أنا بعرف صاحب حب مرة شي بنت وسافرت على تركيا، عشان ومن يصل كتر حبه الكبير سافر لها في ذات الليلة. فسافر لها في ذات الليلة. هون فيش منطق، هذا اسمه حب تجربة. الجنون. بس هون تجربة. ما هي تجربة، بس قصدي هذا اندفاع حب. السؤال بعيدها، السؤال شو النتيجة اللي هو كانت؟ أي أول اللي شيء انتوا وين قلتوه وصلوا؟ مع أول تجارب إشي. الحياة بالضبط. ببطل بس هو الإنسان شو قال؟ بصير يضع المنطق أكثر من أكثر. العقل. ليه؟ مزبوط. ليه؟ عشان ما ننجرحش وما ننكسرش بالعاطفة. في انكسار قوي، فأنا لما بنكسر بتوجع، فالوجع وين دي يوديني بالآخر؟ على قوة تنجح عالدمار. أغلب يعني بعمله كنوع من الحماية. تنزل بالضبط. العقلانية كده بتنزل طبعاً. كنوع من الحماية للقلب. تحميني، تحمي قلبي عشان أختار صح. مزبوط. مزبوط. كلام عقلانياً. صحيح. أما لما أنت بتحب مزبوط. حب المراهقة هاد. طيب هل بعرفش. بالعقلانية بيوضع الأشياء اللي بتصير بجنونية بالحب؟ يعني مثلا حدا ممكن يروح لحبيبته يحط لها باقة ورد الساعة 4 الصبح على باب بيتهم، زي ما بيعملوا بالأفلام، يعمل لها موسيقى تحت البلكونة. هذه ملهاش عقلانية. هل العاقل ليه؟ بيعمل ليه؟ هيدي الحركة؟ ليه أنا لا؟ هيك زيك ليه مش لا؟ آمن، ليه لا بيعملها؟ بس بيعملها. بيعملها لأنه ساعتها بصير يحب، فاللي بيحب بيعمل. بس مع حذر. لا لا بلا حذر؟ مرق فترة العقلانية، تحول لعاطفة وخلص، صار فبمشي شغف، صار بمشي عندك قلبه. حب يعني كبير. انتوا اثنين بتحبوا بعض، نعم.
وزوجين طبعا عشان المشاهدين يعرفوا عشان بلا الاشاعات. عشان الصبايا ما تتحركشش فيه. محجوز يا صباح. ديروا محجوز. بس. نفرض حسن انت بريت البلاد ومعالي هون ولظرف ما لا سمح الله صار شيء وقالت لك انا محتاجك وانت في ميتنج مهم جدا لصفقة مهمة جدا عن حياتك العملية كذا، ماذا يفعل العقل مقابل الحب؟ هل بيترك الميتنج والمصاري والمستقبل وبياخد اول طيارة وبيستنى بالمطار مثل الافلام الرومانسية وحبيبة جاني من لندن وجاني من كذا كرمالي، ولا بتستخدم التكنولوجي على الفيديو كول وكذا وبتهديها وتمشيها وبناخذ المصاري وبعدين ببقى اشوفك؟ فماذا يفعل العقل مقابل جنون الحب؟ حسب شو الوضع والوضعية الموجودة شو فيها. الإشكالية اللي أنا موجودة فيها؟ ايش يعني؟ خلص تعال معناته تعال، لما معالي بتقول لي تعال معناته تعال، في اشي مش قادر تحله لازم يكون حدا معها، وهذا الحد اللي هو انا بعملها. معالي بتعمليها؟ بعملها. أنا كمان انت بتعمليها كمان؟ انه هو محتاجك لظرف ما وانت بنفس الوقت حط ببالك انه في نفس الوقت ظرف تاني بقرر مصير مستقبلك. زي ما قال اذا في حل بديل اللي بقدر يعني اهدي النفوس وعبين ما الميتينج سخا كل دي يكون ساعة، يعني اذا اشي بشكل عام مش نهاية الدنيا فلا برفع تلفون فيديو بهدي الامور وساعتها. وبلكي ما قبلوا قالوا لك اذا بتفلي هلا وبتروحي خلص. كمان في شغله كمان اللي بدي اقول لك اياها، لو انا بعرف انا معالي بعرف انه هو موجود بميتينج لشغله مستحيل اتصل له. ايه بس انا بحكي فاهم عن يعني الخطوه اللي قبل زي ما بيجيبوا دايما بالافلام بس يعني انت انا عارف بس احنا بنحكي زي ما لوضع انه خلص يا ابيض يا اسود. حسن انا بحاجه لك لا بروح. فحسن لانه دائما بالافلام والمسلسلات بحطونا اقول لك ليه بروح انه تركته وكمالها وركض لاني بعرف شو وركب تاكسي من محل لمطعم. اقول لك ليه بروح، هتقول لك ليه بروح، لانه احنا اثنين مرقنا يعني بتروحي بس حتى لو ضاع اللي هو اصلا مستقبلكم هو شغله كمان مستقبلكم. لانه عارف انه احنا بالاخر الاثنين يعني يعني نمشي على نفس الخط وعلى نفس المستقبل، يعني هاي الاشي خسرناه بنعمل اشي ثاني. بنج انت شو رايك؟ تعملها 100%؟ فكرش كتير. ببسط لك المسألة. لأنه حبيت انت واحدة اجنبية بما انه عقلك اكتر اوروبي وكذا، اجنبية تمام، وقالت لك ما بدي اعيش في بلدك بدي اعيش برا، يعني بدي تترك اهلك ومش عارف ايش وتيجي تعيش معي في البلد اللي هي منها، هي من مش عارف من لندن فرنسا ايطاليا والله الصراحة إذا أنا مقتنع بالفكرة كلها كمان بالبلد اللي بدي أروح عليها بعملها، أما إذا بس عشانها ما أظنيش كنت بروح، كنت بستعمل عقلي أكتر. هذا السؤال بياخدني بما انكم جاوبتوا عليه على معناها ليه في المجتمع اذا هي القصص بيقبلوها زي ما قال بروح وباجي، ليه لما يكون في اختلاف دياني فجأة بصير بدي أفكر وممنوع؟ مش إحنا اللي منفكر. يعني إنه أجي عدين حدا كرمال شريك حياتي أو من بلا أغير ديني زي ما أنا، بس أنا ما مش إحنا اللي منفكر. الأهل بدونش فلان بدوش المجتمع. عادة النظر شو بيصير بهذا الحالة؟ هي ذات الحالة، هل الاثنين مستعدين يعملوا ذات التضحية اللي حكينا عنها إن كان جغرافيا ولا إن كان عمل ومستقبل وما بش عارف إيش كرمال حبيبته رجع لها وراح وأجل؟ إذا في حب واقتناع شديد لدرجة إنه يعملوا بيعملوا، إذا فيش كفاية مش راح يعملوا. بيخضعوا بسهولة للأهل. إحنا مشكلتنا الأهل بيعملوها بمعنى إنه بتنازلوا عن الحب، بيعملوها إنه بيطنشوا على الكل وبيروحوا مع بعض. كم قصة سمعتوا إنه قليل. لا أقل من اللي بيبطلوا. قصة ما نجحتش كمان أكتر موجود أكتر لأنه إحنا بطبعنا كل واحد وتجربته، كل واحد وقوته. هاي إني أقول لأمي إنه لا أو لأبوي لا غصب عنكم بدي أروح أتجوز إكس من ديانة أخرى، الإشي مش سهل. قياسي مرات بتكون هاي عندي منا إحنا ولا الأهل؟ لا إنه الحالة اللي أنت قلتيها إنه بنت تيجي توقف قدام أهل أنا غصب عنكم بدي أخذ. ما هن الأهل بالدين بحطوا، هن الأهل اللي بحطوا الحدود، فأنا دواجه قديش عندي قدرة إني أواجه أمي وأبوي. ليه عنادي؟ بالعكس ليه دايما ما بيجوش مثلا لما يسمعوا عن قصة اختلاف الدين
ليه ما بيجوش دايما يقولوا طب ابعتي له نتعرف عليه، مثلا اذا عيله مسلمي مع حدا مسيحي او درزي او ما هو بيتعلق ابعتيه نعرفه بالاول. ليه الناس بيعملوا اللي هو بيقولوا لا، منخاف، اللي هو اللي زي بيقولوا ضد مباشرة. مباشرة بكل بساطة منخاف، احنا منخاف من كل اشي مختلف، وقعدتنا هون ده تبين انه انت مختلف وانت مختلف وانت مختلف وانا مختلفة، بس منحب بعض ومتقبلين بعض 100%. احنا مجتمع كل اشي فيه مختلف منخاف منه، واكثر من شو غير الدين. انا احيانا بس ديانة، انا احيانا ايش يحكموا علينا حتى بس انا احيانا راح بحس الناس ننفتح، راح يحكوا، راح كذا. هذا اللي كثير بهم الاهل الدقه القديمه، انه ايش راح يقول العيال الفلانيه اللي بتعرفني لما انا اسمح لبنتي تتجوز لأنه من دين منخاف. ثاني او ذا. ضلنا خايفين من الحكم علينا، غلط كلام صح، الناس. بهدلنا ما تبهدلناش. هذا اللي بهم الناس اكثر ما من هي فعلا شو بده يجيب فايده لحياتي. هذا الارتباط مع هذا الانسان، لما البني ادم يوصل لمرحله انه بيعرف انه هذا الارتباط مع هذا الانسان هو راح يجيب لي الصح لحياتي انا شخصيا، بغض النظر غيري مش مرتاح، انا راح اكون فعلا ناجح، بيقدر يحس البني ادم الموضوع، بروح بكل قوته. اذا هو بعده مش حاسس بروحش بكل قوته. بس كمان في مفهوم الدين، يعني احنا النساء، احنا المسلمات ممنوع نتجوز شخص غير ديانة، شاب مسلم الا اذا اسلم، الا اذا اسلم. از هاي قيود، الشاب فقيود دينية. الدينية. كمان الدين بقيدنا بكثير شغلات. حلو الدين بقيد، بس ليه الناس بيحسسوني كل حياتهم بيعيشوا على اساس انهم مودرن وبعيدين اصلا عن الدين؟ هدول اللي انت بتحكي عنهم تماثيل. البنات تحديدا اللي بيقولوا انا من عائله مسلمه وكذا، بتكون الواحد اللي لبسها مودرن، عندها تاتوز، عندها اوبن مايند، ستايل حياه مش عارف ايش، لا بتصلي ما بتصوم طبعا مع احترامنا لكل الافكار، ما عندهاش عن التزام ديني، وفجأة لما تيجي تتجوز حدا مو من دينتها صار مهم لها الدين. لانه او ايش الزواج اشي مقدس وابدي، هذا مش تاتو ما امحاه، حلو مش عشان لبس، مقدس. عشانك سألت عشان ليه في مقدس انا المجتمع؟ بدي افكر مليون مرة، لانه هذا لا تاتو بقدر امحاه ولا لبس بقدر ممتاز. اغيره، فانا دا اخذ هذا البني ادم شريكه زواج، فهي الخطوة اعمق بكثير وفي اولاد. مع لأنها أعمق، عشانك بسأل ليه ما بيجوش الأهل اللي هم دائما العقبة اللي بشوفها، مزبوط. الأهل اللي على فكرة شيء كمان بضحك، يعني بيكونوا في ناس بيفهموش ولا شيء في الدين، ولا أصلا لهم قرابة فيك، بيكون ابن خالة ست خالة أم ستك مش عارف من وين بعيد، كان يقول لك أنا معارض. مين حضرتك؟ أنت؟ يعني عمرك ما سلمت علي فجأة بصار معارض. بس هو أنا عشانك بسأل إنه للناس لما يجي مثل هيك حالي ما بيقولوش طب هات ناخد برحابة صدر الموضوع، جيب الشاب نتعرف عليه نشوفه، يعني قيموه كإنسان وبعدين بتناقشوا موضوع الدين، أو العكس جيب الصبية نعرفها ونعرف شو أفكارها ونقول لك إذا مناسبة ولا لا إحنا كأهل. أما بيجوا بيقطعوا الموضوع غير مناسب، طب ما ممكن يكون إنسان راقي وحباب ولطيف وفي كيمستر بينه وبين بنتكو أو العكس، ومناسب جدا. هو يعني زي ما قالت ما بعرف يمكن نوال السعداوي ولا ما بعرف مين، اعبد حجرا ولكن لا ترميني به. صح. يعني كل واحد يعبد اللي بده اياه. فانا ليه الناس ما بيعملوش هذا؟ لان اليوم انا نفسي افهم ليه ما بيعملوش هاي النقطه. ثقافه طولين حسن اي مش ثقافه، يمكن ثقافه او مش ثقافه، بس انا بعدها انه الدخول للمجهول، يعني قلة وعي دغري على اوتومات دغري. لا بالضبط، لا بدون ما يفكروا، لانه في سبب، في اسباب هي بس احنا اليوم اللي كانت ماشي وحطيتهم بمحل تراوما، انه انا بما انه صار هيك ممكن يكون معي صار هيك. فهذا لازم هو منه من حاله يحط الايجابي اول. لو كان بفكروش بيجي دغري اول فكره عندك لا بعدين بنشوف، فيش شيء بعدين بنشوف. هات نفكر، هات نقعد مع بعض، هات نتجالس، هات نسمع، هات نشوف. لما في لغة حوار، بس هل بمجتمعنا في لغة حوار وتقبل ثقافات؟ المفروض يكون. إناش نحكي عن المثاليات. انت حسن إسا بشغلك بتقعد وبتاخذ راحتك زي ما احنا بنقعد وبنحكي وبناخذ راحتنا؟ لا. أشك طبيعي. لا. أنا يعني عشان آخذ راحتي بدي آمن بالناس اللي حوالي. قديش بتآمن بالناس اللي حواليك؟ هل قدي؟